هنتكلم عن واحد كان عايز ينور العالم كله، بس بمفهومه هو مش مفهوم الناس. انا بقى جاي اجاوبك عن وجود الكهرباء. استنى بس يا صديقي، مش هتقطع على حاجه، ده انا جاي احكي لك عن المهندس اللي اكتشف الكهرباء واخترع التيار المتردد زيك كده يا صديقي. لا بهزر طبعا، انت متردد اكتر. اهلا بكم في حلقه جديده من سلطان المهندسين. وفي ليلة من سنة 1856 وفي مشهد سينمائي من اللي بنشوفه من السينما، الرعد بيضرب والبرق مولع الدنيا والسما سودة، اتولد طفل صغير في مدينة سميلجان من بلد كرواتيا. الناس وقتها قالوا ان الولد ده اتولد مع البرق، اكيد هيطلع ليه علاقة بالكهرباء. طبعا ما كانش حد عارف ان دي تبقى انبوءة مكملة مع عمره كله. الطفل ده يا صديقي هو الاب الراحل للكهرباء، هو نيكولا تسلا. مش تسلا بتاع العربية، هما استوحوا اسم تسلا للعربية علشان هي عربية كهرباء، وطبعا احنا عارفين ان هو الاب الراحل للكهرباء، فخدوا الاسم اطلقوه على عربية تسلا. تسلا صديقي اتولد في بيت بسيط جدا، ابوه كان قسيس، امه كانت ست بيت، بس دماغها كانت هندسة من غير شهادة، كانت بتخترع ادوات تساعدها في شغل البيت اليومي. تخيل ان نيكولا نفسه هو اللي قال ان امه حطت فيه حب الاختراع. تخيل ان امك لما كانت بتضربك عشان تجيب السندوتشات كانت امك بتحط فيه حب الاختراع للادوات. ومن صغره دماغه كانت بتشتغل بطريقه غير مفهومه، كان بيشوف قدامه الافكار 3D قبل حتى ما يرسمها، وكان بيعمل في عقله تصميمات قبل ما الكمبيوتر يتولد اصلا. بيفكر في حاجات ما حدش سمع عنها اصلا، زي الطاقه اللي عايز ينقلها من غير اسلاك والالات اللي تشتغل لوحدها. الناس وقتها كانوا بيقولوا عليه الولد ده عنده كهرباء زياده في المخ، هو الظاهر كده مربوط بالكهرباء. يعني بقى صديقي من نيكولا تسلا محدش كان يعرفه ان الشخص ده كان حساس زياده عن اللزوم، وكان بيتاثر بسرعه، وكان عنده تفكير زياده. كان ممكن يقعد طول الليل بالساعات يتفرج على البرق والرعد، وازاي البرق بينور وازاي الرعد بيدي شراره. يعني تقدر تقول كده كان اوفر سينجل، يعني زي ما انت كنت بتقعد بالليل تفكر في الاكس، هو كان بيقعد بالليل يفكر في الرعد. الولد كبر وبقى عنده حلم واضح، عايز يفهم سر الطاقة، مش بس يستخدمها، فكان عايز يتحكم فيها كمان. وده الحلم اللي خده من قريته الصغيرة وطلع بيها على أوروبا ومن ثم أمريكا. من هنا بدأت الرحلة من شاب فضولي لراجل هيخلي العالم كله يشتغل بالكهرباء. بعد ما خلص تسلا المدرسة دماغه مكانتش قادرة تهدى خالص، كان عمال دايما يفكر، وكان بيذاكر مش عشان ينجح، لا كان بيذاكر عشان يعرف الحاجة دي بتشتغل ازاي اصلا. راح يدرس يا صديقي في جامعة جراز في النمسا، وهناك شاف حاجة غيرت حياته كلها. اول مرة يشوف محرك كهربائي بيتحرك قدامه، وكأن حد ضرب في دماغه شرارة وبيقول له